اليوم ترفع الجوال وتتصل بثواني على أي أحد، لكن قبل أكثر من 150 سنة مجرد إرسال صوت لشخص بعيد كان مجرد حلم. والسؤال كيف سووا خطوط الهاتف اللي غيرت حياتنا للأبد؟ القصة تبدأ مع المخترع ألكسندر غراهام بيل سنة 1876. أول ما بدأ باختراع الهاتف واجه مشكلة ضخمة، الجهاز يشتغل لكن ما في أي فائدة، باختصار ما في شبكة توصل بين الناس. الحل كان بسيط بالمنطق وصعب بالتنفيذ، مدوا أسلاك نحاسية من بيت لبيت ومن حي لحي. تخيل مدن كاملة صارت مليانة أعمدة وأسلاك كأنها شرايين تحمل أصوات البشر. مع الوقت صارت الخطوط تتوسع، خطوط محلية داخل المدينة، بعدين خطوط محلية بين المدن، وأخيرا كابلات بحرية تمتد بين القارات. يعني الصوت اللي يطلع منك يمشي في سلك يمتد لآلاف الكيلومترات ويرجع لأذن شخص ثاني في بلد بعيد. في البداية الصوت كان ضعيف، بس مع اختراع المقويات صار ممكن توصل المكالمات لمسافات أطول، ومن ثم طلعت بدعة جديدة، موظف أو موظفة تجلس وتشبك الخط يدويا بين المتصل والمتلقي. يعني عشان تتكلم لازم تمر عبر طرف ثالث يوصلك. اليوم خط الهاتف صار شيء بسيط ومخفي تحت الأرض أو حتى غير مرئي عبر الأقمار الصناعية، لكن لو ما كان في ناس شدوا الأسلاك الأولى بجهد ما كان في إنترنت ولا مكالمات ولا حتى جوالاتنا الحالية. خطوط الهاتف مو مجرد أسلاك نحاس، هي أول شبكة صنعتها البشرية، شبكة بادرت بنقل أصواتنا. والسؤال هنا، لو المخترع كان عايش ويشوف عالمنا بهذا التطور، هل كان متوقع أن اختراعه يغطي كوكب كامل؟